الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا بالقاسم محمد بن عبد الله أرسله الله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل هو خير نبي أرسله. اللهم صل على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم المبعوث رحمة للعالمين، وارض يا ربنا عن صحابته وأنصاره الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة في تقوى الله العظيم، وأحثكم وإياي على طاعته وأنهاكم عن مخالفة أمره وعصيانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد فيا أمة الحبيب محمد، تقدموا إلى الأمام قليلا يرحمكم الله. أيها السادة الأعزاء، أقف بحضراتكم مع قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيد معاذ وقال له: يا معاذ والله إني لأحبك وإني موصيك فاستمع إلي. يا معاذ، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يا معاذ والله إني لأحبك وإني موصيك فاستمع إلي. يا معاذ، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية الحبيب إلى حبيبه. وإني أحبكم في الله، فقد اخترت أن تكون لنا اليوم وقفات مع هذه الوصية الجامعة، وصية قال عنها أهل العلم: إنك خلاصة الدين كله. إنك خلاصة الدين كله. لماذا؟ لأن الدين ينظم العلاقات، والعلاقات لا تخرج عن ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول علاقة
اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله يحب المتقين وأزلفت الجنة للمتقين. آيات قرآنية كريمة يستفتح بها الإمام خطبته كل يوم جمعة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا فما هي التقوى؟ تعالوا معي لنستمع الحوار الذي جرى وحصل بين أمير المؤمنين عمر وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما. قال أمير المؤمنين عمر لأبي بن كعب ما هي التقوى؟ قال أبي يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا ذا شوك
القرية، مجرد خاطر في نفسه، وبعد ذلك أخذته سنة من النوم فرأى نفسه أمام بحر كبير، وإذ بيد تخرج من البحر عليها ورقة مكتوب عليها: دع الاعتراض فما الأمر لك، دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك. دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك. أين الاستعداد للموت؟ أين الاستعداد لهذه اللذات؟ قيل لأحد الصالحين: لماذا نكره الموت يا إمام؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخرجتم آخرتكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتمثيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ثم قال الإمام: التقوى لا تختبر في المساجد، التقوى تختبر أمام الفتن، أمام الحرام. دينك لا تدعه على الرف في بيتك، دينك لا تدعه على الرف في بيتك، دينك لا تتركه على المصلات في المسجد، بل احمله معك أينما ذهب، وعامل به الناس، عامل به خلق الله، عامل به عيال الله. قال ابن رجب الحنبلي: ليس التقي من بكى وعصر عينيه، ليس التقي من بكى وعصر عينيه، ولكن التقي من ترك الحرام وهو قادر عليه. ها هي التقوى. التقوى أن نلتزم في صلواتنا، التقوى أن لا نضيع فرض صلاة، التقوى أن نأتي يوم الجمعة إلى المسجد مبكرين، ولا ننتظر إلى أن يعتلي الإمام المنبر، أو نأتي عند الدعاء أو عند إقامة الصلاة، لأنه إذا صعد الإمام المنبر طويت الملائكة الصحف والسجلات، فمن أتى بعد ذلك فلا جمعة له. مجرد أنه أسقط فرض سقط حرم أجر الجمعة. التقوى أن نترك الحرام ونحن قادرين عليه. ليس التقي من بكى وعصر عينيه، ولكن التقي من ترك الحرام وهو قادر عليه. لذلك إن للعبد التقي ثمار يقطفها ويجنيها في الدنيا قبل الآخرة. فمن أراد أن تحل مشاكله ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب فالحل التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أردت أن ييسر الله أمورك، زواجك، مشاريعك، عملك، فالحل التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا كنت طالب علم، طالب جامعة، طالب شهادة، أردت أن تفهم وتستوعب، فالحل التقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الآيات الثلاثة وعود من الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق، من كل كرب، من كل مصيبة، من كل معضلة، من كل بلية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الآيات الثلاثة وعود من الله. وزوال الكون أهون عند الله من أن لا تحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون عند الله من أن لا تحقق وعوده للمؤمنين. اتق الله حيثما كنت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت
مرتين. اعمل بوصية الحبيب المصطفى، إذا وقعت في الذنب فاندم، أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة استغفارا، أتبع السيئة صدقة، أتبع السيئة ركعتين في جوف الليل، أتبع السيئة خدمة لبيت الله، قضاء حاجة لعبد من عباد الله. فإن لم تفعل، فإن لم تستطع، فاعف عمن ظلمك، كن كالصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه، كان إذا أصبح قال: اللهم لا مال لي أتصدق به، أشهدك أني قد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فيأتيه الجواب من الحبيب الأعظم ويقول: أين الذي تصدق بعرضه؟ قال: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال: قد قبل الله صدقته. أما الوصية الثالثة من سيد الخلق لمعاذ: وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله تصلح فيما بينك وبين الله، وحسن الخلق يصلح فيما بينك وبين الناس فيحبك الناس. تأمل هذه الآية وتدبرها. يقول المولى عز وجل مخاطبا لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رسول الله الذي أيده الله بالقرآن ومعه الدين الحق، ورغم ذلك يقول له الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهم أهل العلم من هذه الآية أنه لا يكفي أن يكون الحق معك، بل لا بد لك أن تمتلك خلقا كريما، خلقا حسنا لإبلاغ ذلك الحق. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخلق الكريم هو أسرع وأنجح وسيلة لنشر الدين. ليست صلاته ولا صيامه ولا حجه هو ما يحبب الناس في الدين، إنما هي أخلاقك وحسن معاملتك. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لم يكن أكثركم صلاة ولا صياما ولا قياما، لأن تلك عبادات، والعبادات وسيلة غايتها وثمرتها حسن الخلق. عبادة وغش، عبادة وخداع، عبادة وخلق سيء، عبادة وعيداء المسلمين باللسان، عبادات لا قيمة لها. قال عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليسمع الرجال والنساء، فلتسمع التي تصوم اثنينا وخميس، فلتسمع التي تصوم 6 من شوال، فلتسمع التي تصوم 10 من ذي الحجة. يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صيامك وصلاتك وصدقتك، غير أنك تؤذي جيرانك بلسانك. قال: لا خير فيك، لا خير فيك، هي في النار. يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتك وصيامك وصدقتك، غير أنك تؤذي جيرانك بلسانك. قال: لا خير فيك، هي في النار. وباب صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المسار فيقول: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: على كل لين هين قريب سهل. كل شخص لين مع الناس، متواضع معهم، قريب لهم في الطاعة، سهل في قضاء الحوائج وحسن المعاملة. ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: على كل لين هين قريب سهل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل التقوى، من أهل الورع،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هناك إلى هنا وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة الحبيب محمد، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: اللب لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز للمستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية بعمل يرضاه. واعلموا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يفرق ولا يجمع في الحقيقة إلا الله. واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال سبحانه وتعالى: ولم يزل قائلا علينا وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ما تعاقبت الأوقات وما دامت الأرض والسماوات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء المميزين بعد نبينا بالرعاية والولاية والاصطفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر